أن يقوم بصفقات بمثل هذه الأموال الكبيرة، ولكن كان هناك انتظار وطلب كبير من قبل المشجعين وضغط عليه، وأرسنال كان لديه الإمكانيات ليحصل على لاعب بمثل مستوى مسعود أوزيل. كذلك هو لاعب لا يزال صغيرا في السن ولديه بعض السنوات الجميلة أمامه، وهذا يبرز ويفسر لنا لما فينجر وأرسنال قرروا الحصول على هذا اللاعب والذهاب حتى النهاية في صفقة أوزيل. مسعود أوزيل هل هو ضحية طبعا صفقة جاريث بيل بالانتقال إلى ريال مدريد؟ هل كان من الممكن للريال أن يستغني عن هذا اللاعب، مع أن جوزيه مورينيو كان يرتاح كثيرا للاعب مسعود أوزيل وكان يوجه الانتقادات دائما إلى دي ماريا الآن، مع أن مسعود أوزيل مردوده مع الريال أفضل بكثير يعني مما شاهدنا في الفترة الماضية من ربما من دي ماريا؟ نعم تماما، بالتأكيد أوزيل لعب جيدا بالنسبة لريال مدريد أو لمنتخب ألمانيا، وكان هناك ربما مجازفة مع قدوم جاريث بيل أن لا يكون هناك فترة لعب كبيرة لأوزيل وأن دي ماريا يكون هناك ربما منافسة كبيرة بين كل هؤلاء اللاعبين ذو المستوى العالي كثيرا. لذلك ريال مدريد ربما فضل تحرير مسعود أوزيل الذي كان لاعبا مهما، يجب أن نعرف ذلك تحت فترة وإمرة مورينيو. طيب كيف يمكن أن نقرأ الأمور الآن برونو مع ريال مدريد الآن، خاصة مع كريستيانو رونالدو؟ كيف سيتم التعاطي مع رونالدو في ظل هذه الصفقة الآن، عدم إعلان قيمة الصفقة؟ هل سيكون هناك تجديد العقد لرونالدو، رفع راتب رونالدو في الفترة المقبلة؟ كيف ستسير الأمور برأيك؟ حسنا، على ما يبدو بكل تأكيد هناك اتفاق منذ فترة محترمة حول تجديد عقد كريستيانو رونالدو. أنا لا أتوقع وأتخيل شخصيا أن كريستيانو رونالدو لا يجدد عقده مع ريال مدريد. سيجدد لماذا؟ لأنه فلانتينو بيريز حتى إذا ما قام بصفقة كبيرة جدا بقدوم جاريث بيل إلى النادي، فإنه من الواضح أن اللاعب الأول والاسم الأول لنادي ريال مدريد يبقى كريستيانو رونالدو. إنه اللاعب الأول، إنه اسم النادي هو فاز بالكرة الذهبية، أنه اللاعب الذي يسجل، يقوم بتمريرات حاسمة، يلعب ويقوم بمستوى